بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده صوص الفراوله اللي هو التوبينج. هقول على طول بسم الله في الوصفه بطريقه سهله خالص. عندي هنا حوالي نص كيلو فراوله، ممكن تقللوا الكميه وممكن تكتروها زي ما انتوا عايزين. غسلاها وشايله العنق بتاعها وقسماها كده نصين. هحط 3 معالق سكر، ممكن تزودوا وممكن تقللوا، وعصره ليمونه كبيره، وهدي عليها النار لحد ما تصفي ميتها وهوريكم شكلها. عليها النار لمدة ربع ساعة، ده منظرها. دوبت هنا معلقة أكل نشا في ربع كوباية مية، أفضيها عليها وأسيبها تاخد غلوة واحدة، بعد كده أطفي عليها. ممكن تسيبوها زي ما هي كده، تبقى فيها الفراولة قطع وباينة، وممكن تضربوها بالهاند بلندر لو انتوا عايزين القوام يبقى كريمي. مفيش اسهل من كده. تقدروا تعملوها بقى توبنج على التورت، على الجاتوهات، تحطوها على الرز بلبن، اي صوص انتوا تقدروا تدخلوها فيه. هي كده خدت عندي غلوة، خلاص هطفي عليها النار. بتهيألي كده الوصفة تكون كملت معايا وجهزت على التحضير. تقدروا تستخدموها في اي حاجة من اللي انا قلتها لكم. لو عجبتك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديدة.